ازيك يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا جماعه في شويه كلام بيشوق جدا بعد تحديث عيد الحب. تمام، طبعا النهارده يوم 13. تمام، وتحديث عيد الحب هيكون بكره الساعه 6. الايفنت بتاعه يعني المفروض ان هو يكون بكره الساعه 6. الحاجات بقى المفروض ان انا طالع اتكلم فيها، وايه التوقعات، وايه الحاجات اللي الفانز قالها، وايه الصفحات بتاعت بلوكس فروت الكبيره اللي بتطلع تتكلم دايما في الاخبار بتاعت بلوكس فروت، طلعت اتكلمت قالت ايه، وايه التحديث اللي هيكون بعد عيد الحب. بس قبل ما نقول الحاجات دي يا جماعه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وتابعوا فيديوهاتي. وعايز اقول لكم ان انا عامل جيف اواي على 2000 روبوكس، والجيف اواي التانيه هتكون على اي فاكهه بيرم تختارها في بلوكس فروت. شروط الجيف اواي ده يا جماعه سهله جدا. اول شرط انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي. تاني شرط انت تكتب لي اسمك في الكومنتات في لعبه روبلوكس. الشرط الاخير وهو ان انت تدخل الجروب بتاع روبلوكس بتاعي، واسيب لك اللينك بتاعه، ده ضروري تدخله علشان ده اللي هبعت لك عليه الروبوكس اصلا. اخر حاجه ودي مش من الشروط، دي حاجه براحتك انت، سيرفر الديسكورد بتاعي اسفل الفيديو. اتمنى ان انت تدخل سيرفر الديسكورد ده علشان عارفين لو انت ما دخلتوش هيكون فايتك حاجات كتير جدا احنا بنعملها هناك، وضمن ان احنا بنساعد بعض، بنعمل ريدات مع بعض في اللعبه دي. لو حد محتاج مساعده ممكن نخش نلفل مع بعض، حد حابب يخش يصور معايا زي ما انا كنت بعمل كده ممكن بيكلمني عادي على الديسكورد ونخش ونصور مع بعض عادي جدا، مفيش اي مشاكل. يلا بينا نخش على الفيديو على طول علشان ما نطولش عليكم. طبعا يا جماعه احنا كنا اتكلمنا عن التحديث بتاع الدارك والتحديث بتاع الفينوم والحاجات دي كلها، بس الحاجات اللي متوقعه من الصفحات الكبيره جدا بتاعه بلوكس فروت وهي الجدار بتاع بروك. الجدار بتاع بروك يا جماعه انا كنت اتكلمت عليه وقلت متوقع ان ينزلوا تحديث في بلوكس فروت، وزي ما انتم شايفين في صفحات كبيره جدا طلعت اتكلمت وقالت ان جدار بروك ده هينزل له تحديث. فحرفيا احنا مستنيين التحديث ده بفارغ الصبر. ده غير ان التحديث بتاع عيد الحب هيكون بكره، فدي حاجه تحمسنا زياده عن اللزوم. انا بس كل اللي طالع اتكلم فيه في الفيديو ده ان انا عايز اقول لكم ان الحاجه اللي انا اتكلمت فيها ومن ضمنها التحديث بتاع جيتار بروك. دلوقتي الصفحات الكبيره بتاعت بلوكس فروت طلعت قالت ان متوقع تحديث لجيتار بروك وفي حاجات تانية. واللي طلع اتكلم وقال الحاجات دي كلها مش انا، هو أزوف طلع قال هيكون في حاجه ومفاجاه كبيره جدا للناس اللي بتلعب بلوكس فروت. هيكون في حاجه مفاجاه كبيره جدا وتحديثات جامده جدا بعد الايفنت بتاع عيد الحب. فتوقعنا الشخصي هيكون في برضو تحديث للدارك تمام بعد ايفنت عيد الحب والفينوم والحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها دي. غير ان ممكن ينزل فواكه جديده لسه ما حدش اتكلم عنها خالص، وانا مش قصدي على الاوني ولا على السيليستيال، حتى انا كنت بتكلم عن ان هم اتكلموا قالوا ان في فواكه جديده هتنزل. ده غير التحديث بتاع فاكهه الزلزال، كانوا قالوا ان هم هيأجلوا التحديث ده شويه، والكلام ده كان من فتره وكنت طلعت اتكلمت عنه في الفيديوهات اللي فاتت. قالوا ان هم مشغولين بفواكه جديده تانية علشان ده اللي مأخرهم في تحديث بتاع فاكهه الزلزال. فممكن ده اللي يكونوا قاصدين عليه ان هيبقى فيه تحديثات لحاجات جامده جدا في اللعبه دي بعد الايفنت بتاع عيد الحب. فبس الفيديو انا مش حابب ان انا اطول فيه عليكم، وعايز اقول لكم ان انا لسه منزل فيديو اكواد في بلوكس فروت، حرفيا اكواد جامده جدا. ده بناء على طلباتكم ان انا انزل اكواد في بلوكس فروت، فانا نزلت اكواد في بلوكس فروت. وغير ان انا عايز اقول لكم ان مزوف طلع اتكلم وقال ان هيكون في اكواد جديده نازله في السنه دي، اكواد لسه هتنزل في 2026، وقال ان الاكواد دي هتكون دبل اكس بي، وده طبعا اللي احنا كلنا محتاجينه عشان نلفل بسرعه. فانا عايز اقول لكم ان شاء الله من بكره هيبقى في ايفنت وبعديه تحديثات لفواكه، وغير ان في حاجات احنا ما نعرفهاش تمام. واكتر حاجه طبعا مستنينها كلها اكواد الدبل اكس بي اللي هتنزل في الفتره اللي جايه دي. ولو انت ناقصك اكواد او في اكواد انت ممكن ما تعرفهاش، فادخل برضو الفيديو اللي انا نزلته ده علشان حرفيا اعتقد ان انت مش معاك الاكواد بتاع بلوكس فروت كلها. فانا نزلته فيديو ممكن اسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو، جبت فيه اكواد بلوكس فروت كلها. فادخل على الفيديو ده علشان تكون خدت الاكواد دي واستفدت بيها. وممكن الاكواد اللي انا نزلتها دي تتشال خالص، غير ان في اكواد اصلا اتشالت ما عادتش شغاله. فادخل الحق على الفيديو اللي انا منزله اللي فات، ده هيبقى قبل الفيديو ده تمام، واسيب لك برده اللينك بتاعه اسفل الفيديو عشان لما الاكواد الجديده تنزل ممكن يقفلوا اكواد قديمه ممكن ما عادتش تشتغل تاني. فبس كده يا جماعه الفيديو خلص، واكتب لي توقعك في الكومنتات ايه اللي هيحصل بعد ايفنت عيد الحب من التحديثات اللي انا اتكلمت عنها دي. ولو عندك حاجه جديده برضه يا معلم ضيفها لنا في الكومنتات وممكن نقراها ونطلعك حتى معانا في الفيديو، ممكن انت اللي تقول الكلام ده. فبس كده يا جماعه الفيديو خلص واشوفكم على خير. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وتابعوا فيديوهاتي تمام عشان ما يفوتكش الاكواد اللي انا هنزلها الفتره اللي جايه دي، علشان اكون انا ان شاء الله اول حد بينزل الاكواد، لان انا متابع الناس دي لحظه بلحظه ومتابع صفحات الاخبار بتاعت بلوكس فروت لحظه بلحظه. فاي خبر بينزل انا هكون بنزله على طول. وما تنساش تعمل شروط الجيف اواي، واشوفكم على خير. ويلا يا جماعه مع السلامه.